في إنجاز تاريخي طال انتظاره، توج منتخب المغرب تحت 17 سنة بلقب كأس إفريقيا 2025 بعد فوزه المثير على منتخب مالي في النهائي الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب البشير بمدينة المحمدية. انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي 0-0، ليلجأ الفريقان إلى ركلات ترجيح، حيث تألق أشبال الأطلس وحسموها بنتيجة 4-2 ليكتبوا صفحة ذهبية جديدة في سجل الكرة المغربية. مشوار المغرب في البطولة كان مميزا، انتصار كاسح على أوغندا 5-0، وتعادل مع زامبيا، ثم فوز على تنزانيا 2-0. في ربع النهائي أطاحوا بجنوب إفريقيا، ثم تخطوا كوت ديفوار في نصف النهائي بركلات الترجيح، وختامها مسك، لقب مستحق أمام مالي. تألق اللاعبون الصغار وعلى رأسهم إلياس بالمختار، إسماعيل العود وزياد باها، وأكدوا أن مستقبل الكرة المغربية بأيد واعدة. مبروك للمغرب، بطل إفريقيا تحت 17 سنة لأول مرة في التاريخ. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك لمتابعة كل جديد في عالم كرة القدم.